السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. في ناس تقدم الإساءة من غير سابق معرفة، يعني انت ممكن شخص ما تعرفوش يخش يشتمك ويغلط فيك من غير سبب، هو كده. يعني الأشخاص دي بتبقى أشخاص عندها نقص حقد غيرة. النقص ده بيكملوه عن طريق ان هم يغلطوا في الناس اللي بيحسوا ان هم اعلى منهم، لكن الناس اللي هي عندهم مصالحة مع نفسهم وان هو هدفه في الحياة، هو عنده هدف واحد اتنين تلاتة، انا ماليش دعوة انت بقى كويس مش كويس، انا مش مركز معاك. ما انا الوقت اللي هركزه معاك انا هضيع الوقت اللي هصور من مهارتي ونجاحي والتقدم بتاعي. يعني الوقت اللي انا هقعد اتكلم معاك فيه واقول صح لا غلط، انا بخسر وقت. انا بقول الكلام ده بعد اذنكم بلاش تطلعوا نقصكم على الناس. خليك بني ادم سوي، بني ادم عنده صحة نفسية يتقبل الاخر. ما تخشش ترمي كلمة ممكن تأثر على حد. انا بالنسبة لي مش هتأثر فيا، لكن انا بكلم ممكن واحد عايز كلمة دعم، عايز الله ينور عاش، فانت لما تخش تغلط قلة ادب وتجرمة. الناس دي لازم يبقى ليها ردع. يعني انا ما اجبرتكش ان انت تخش على صفحتي تعمل لايك او كومنت، ما بعتلكش طلب صداقه. صفحتي دي انا عاملها زي السي في بتاعي، برفع عليه فيديوهات عشان الذكرى، عشان مش عارف كذا، وعشان المشوار بتاعي. اضافه ان فيديوهاتي برضك ليها بتدعم ناس، بتشجعهم، بساعد الناس، لان انا ما برفعش غير الحاجه اللي تخصني، ودي حاجه بتاعتي. يعني سواء غلط سواء صح، انت شايفها صح يا اهلا بيك، شايفها غلط من نفسك كده ما تعمليش متابعه، ما تعمليش لايك. لكن نغلط في بعض ونقل من بعض دي قله ادب. خليك محترم، خليك راجل. يعني ابوك وامك يفتخروا بيك، مش ابوك وامك يقولوا احنا جايبين سوسن، ده انت ما حصلتش سوسن. الناس اللي بتنمر عليك دي بتبقى ناس مريضه، ناس عندها نقص فعايزين بيكملوه بايه بقى؟ ان هم يقللوا من الاشخاص الناجحين او الاشخاص اللي هم ليهم هدف في الحياه، فعايزين يكسرك عشان يوقفك عشان ما تكملش. انا احب الناس المحترمه والله اللي على صفحتي كل الناس اللي عليها ناس محترمه وناس رجاله، ودي الحاجه الوحيده اللي بسطاني. لاني اي حد بلاقيه شمال انا من نفسي بمسحهم وبدلتهم، لاني ما بحبش اخلي العالم الوسخه دي، فعشان كده انا بنضفهم اول باول. انا مش هممني، بس انا لازم احكي علشان خاطر الناس دي لازم تبقى عبره. ما ينفعش ان هو يغلط فيا واعديها له، لا ده انا لازم اطلع السلبيات دي عشان نواجهها. احنا كمجتمع دلوقتي الفيسبوك بقى مفتوح، كل واحد بيقول رايه، لكن تقول رايك شيء جميل، بس ما تقولش رايك بشتيمه، ما تقولش رايك بقله ادب. في راي وراي اخر. يعني انا اقول رايي، وفي نفس الوقت لما اجي اقول رايي ابقى عارف ان الراي ده ممكن يكون صح، وفي نفس الوقت احتمال يكون فيه غلط. فاحنا لما يكون في نقاش هنتناقش في حيث ان احنا نوصل لنقطة وسط. طبعا الاشجار العالية عامة بتتحدد بالطوب. انا بنجح، بحاول اعمل حاجة لنفسي، وبحاول اعمل حاجة تسعد اهلي، بحاول اعمل حاجة مثلا لمصر. ليه تعمل فريق قومي يحاربني بدون سبب؟ لو راجل اساسا هتواجهني وش الوش، لكن ورا الكيبورد ده بيبقى عجلة دبلة اخرك الكيبورد. فانا مش هطول لان انا اديتك اكتر من مساحتك. السلام عليكم، دمتم سالمين.